بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. أخت إيمان، مرحبا بك. أولا قبل كل شيء يعني وصورة بعد راه هي بدات ديال اليوم، ماشي أنا، فهمتي ولا لا؟ لا، هو مرحبا بك. فهمتينا باش الإخوان اللي ربما إلا شاف شي واحد هذه الكلمة هذه يعرف شكون انتينا وعلاش تنهضروا. انتينا الرئيسة الجديدة ديال المحمدية، قد شاء الله. دابا صافي ان شاء الله، قد شاء الله. دابا انتينا رئيسة، فهمتي. دابا خصك تبين لينا بلي انتينا كفءة وانتينا جديرة بهذه الرئاسة، وان شاء الله الرحمن الرحيم سوف تكونين. ما تخلعيش، فهمتي. هذا هو. اذا الاولى اللي بغيت نهنيك، لانه لو كان ماشي المسار ديالك في المجتمع والمسار ديالك في الحزب ديالك، فهمتيني ولا لا، والمسار ديالك في المجلس، ما غاديش يرشحوك الاخوان. واخا ما يرشحوا حتى واحد. الاخوان ديال المحمديه ما رشحوك الا لقناعتهم ان المسار ديالك يعني كيستحق هذا الترشيح. اذا هما رشحوك، والحمد لله جابت الله سبحانه وتعالى التوفيق. بهذه المناسبه بغيت نبدا بالشكر ديال 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 الاخوان الاتحاديين اللي صوتوا عليك قبل من هذوك ديالنا. انتينا هنيتك في التليفون، فهمتيني ولا لا، ولكن هما يعني عطاوني انا شخصيا واحد الامل، هو انهم هما اتحاديين، والامين العام ديالهم مشى عندهم حسب الذي بلغنا، الله اعلم واش داكشي صح ولا لا، يراودهم على ان يصوتوا على شخص اخر معروف يعني وكان سبق له، كان رئيس، وكانت يعني المرور ديالو ما كانش محمود في هذيك المدينه، فهمتيني ولا لا. ولكن هما صبروا وصمدوا، وغادي يكونوا بدون شك بالرئيس ديالهم ولا بلا الرئيس ديالهم، غادي يكونوا خضعوا للضغوط وغادي يكونوا خضعوا لاغراءات كبيره، ولكن هما صبروا صمدوا وقرروا باش يصوتوا عليك. طبعا هذا يسرنا نحن كحزب، ويسرني انا كامين عام سابق، ولكن المهم بالنسبه كاشاره للوطن، بمعنى اخر انه المواطنين يعني واخا تيكون شي واحد يعني الحزب ديالو بحال بغيتي تقول بدا يعني يميل ذات اليمين او ذات اليسار، فهمتيني ولا لا. اليمين بالمعنى السلبي واليسار بالمعنى السلبي بطبيعه الحال. يعني الناس في الاخر كيشوفوا شكون اللي انسان معقول ويمكن لهم يشتغلوا معاه، ويمكن لهم يقدموا معاه خدمات للوطن، وعنده الكلمه وفيه الجديه وفيه المعقول، وتيختاروا رغم الضغوط ورغم التيار ورغم يعني الابتزاز ورغم الاغراء ورغم الاغواء الى اخره. فهمتي، كاين اشاعات كتكلم على ارقام فلكيه، فهمتيني ولا لا، يعني عرضت على هؤلاء الناس، فهمتيني ولا لا، وهم صبروا وصمدوا، وهادو هما الاتحاديين اللي كنعرفوا حنا. ربما ما حناش وياهم متفقين على الخطط ديالنا السياسيه ولا البرامج ديالنا السياسيه، ولكن الرجال كيعرفوا بعضياتهم وتيقدروا بعضياتهم. وهذه القضيه هذه ما وقعتش غير عندك انتينا في المحمديه، وقعت كذلك في امين تانوت الى ما غلطتش. في امين تانوت كان عندهم مرشح واحد ديال العداله والتنميه، فضلوا انهم يعطيوه الرئاسه على يعطيوها لشخص اخر اللي ربما اقرب اليهم، وربما كاع من الحزب ديالهم، ما بقيتش كنتذكر، ولكن شافوا السلوك ديالو ربما ماشي لائق بالمهمه اللي كيتحمل. ولهذا هاد الاخوان هادو زعما كنحرص باش نوجهوا. انا اتصلت بالسي حسن طارق ديك النهار فاش بلغني الخبر، وهنيته، قلت له الله يخليك، هني هاد الناس هادو يعني على هاد الموقف، لان هذا موقف مشرف وكيشرف الوطن. انا كنظن انه هذا الموقف كيشرف الوطن، وهذا الموقف كيشرف الحزب ديالهم، وهذا الموقف كيشرف الحياه السياسيه، لان الحياه السياسيه يعني خضعت لواحد العدد ديال الخبطات، فهمتيني ولا، اللي شوهاتها في الذهن ديال المواطن. ولكن اللي غيرد الامل والثقه في الحياه السياسيه راه ماشي هو
يعني بعض الامور اللي هي قانونيه او ماليه او لا، اللي غيرد الامل هو المواقف ديال الشجاعه وديال الرجوله وديال النزاهه وهذه منها فهمتي. لا وبطبيعه الحال انا كنظن ان حزب بحال هذا اللي باقي فيه هذا النوع ديال الناس باقي يمكن يكون عنده دور يعني في المستقبل، اذا تخلى عن يعني الاساليب اللي خلاتنا تقريبا ما بقيناش تنعرفوه ولا تنعرفوا شكون اللي فيه، فهمتيني ولا لا. حيتي 3 ولا 4 ديال الناس الاخرين ما كنعرفوش حتى شكون هما ولا نسمعوا لهم ركزه، فهمتي يعني. ما نعرفش جالسين كينتظروا تما في هذاك الحزب. المهم الله يرضي الجميع، الله يرضي الجميع، فهمتي ولا. رحنا فهمتي ولا، لان هذا الشيء هذا يعني ماشي مهدد به غير هذاك الحزب، راه مهدده به الحياه السياسيه كلها هي. خاص الناس اللي فيهم زعما بغينا نقولوا باقي عندهم المبادئ، عندها مكانه في حياتهم وداك الشيء، يعني يدوا سو ريسيزير باش لهذا. اذا تنعاود نهني هذوك الشباب ديال المحمديه، ما كنعرفهمش، ما عندي حتى رغبه باش نشوش عليهم ولا باش يجيو عندي ولا باش نعرفهم ولا باش يعرفوني. داروا موقف مشرف، فهمتيني ولا، هنيئا لهم. ونقول لهم باللي بحال هذا الشيء هذا هو اللي يمكن في المستقبل يبني الوطن. ماشي مشكل يكون الرئيس من العداله والتنميه ولا ما يكونش، اذا كان كيستحق يكون، ما كانش يستحق يكون ما يكونش، ولكن تمشي الرئاسه للناس اللي هم يعني اقرب الى المبادئ والى القيم والى اطار المصلحه العامه على المصلحه الخاصه. هذا هو المساله الثانيه، وهي بغيت نهني الاخوان ديالك، لانه انا كنطير لي مع المحمديه بكل صراحه وطير لي مع الاخوان كلهم، ولكن هذه المره هذه شفتهم بغض النظر على واحد الجوج كيظهر ليا، فهمتيني ولا، اللي كيظهر مشاو مع جهه اخرى، وانا هذوك يعني ما يعني ليس لهم مني اي احترام ولا اي تقدير. اللي مشى فهمتيني ولا، بدل يعني قلب الفيستا كيف تيقولوا المغاربه، فهمتيني ولا، غادي يكون بدون شك من اجل وعود او اغواء او اغراء او اشياء يعني حقيره بدون شك. انا كنظن هذا وقع عنده ما يدير في الحزب ديالو، فهمتي ولا. ولو شي وحدين يقول لك انني انا ساندت هذاك الرئيس، انا صحيح ساندت هذاك الرئيس السابق لان انتم اللي اقترحتوا عليا، ملي طلع انه تيتصرف تصرفات ماشي لائقه، ما والله واخا يكون ولدي ما نعرفو ما يعرفني، باش تكون زعما الامور زعما واضحه. مع الاسف الشديد هذا الشيء اللي دار يعني هذا الشيء اللي دار، بالخصوص ملي ما جاش التزم. كان التزم وجا صوت مع خوتو، ما عندي ما نقول اختلفتي وما اتفقتيوش الى اخره. التزم ماشي مشكل، ولكن مادام دار هذا الشيء هذا يدبر الله راسو صافي. جريت والو، دابا يشوف مزيان غادي يعني دابا يشوف مزيان فين غادي يمشي به هذا الشيء، لانه بدون شك هذوك الناس اللي غيكونوا ضحكوا عليه راه غادي يكونوا ضحكوا عليه والسلام، باش تكون زعما الامور يعني واضحه وضوح الشمس في الظهيره. بالنسبه لك انت الاخت ايمان، بطبيعه الحال انت واقيلا صغيره في السن ديالك، شحال دابا السن ديالك؟ 33. ما شاء الله عليك، والحمد لله ماشي صغيره بزاف، راه 33 عام راه مزيان الحمد لله، قربتي من الأربعين حتى اذا بلغ اشده وما كاينش بزاف، فهمتي. وبالهجري يكون عندك 34 ماشي 33، لان الهجري عام تيتزاد كل 33 سنه. فانا باغي نقول لك يعني ما تخلعيش، راه المسؤوليه يعني تيقولوا بالفرنسيه سوني با سورسي. الاولى اللي غنوصيك بها فهمتيني ولا، وهي النزاهه ثم النزاهه ثم النزاهه. راه النزاهه ماشي هي تبان عليك النزاهه هي تكوني نزيهه. وراه واخا يعني يبقاو يتكلموا عليك ولا يقولوا عليك اي شيء، راه الا كنتي نزيهه راكي نزيهه. راه واخا طير يطيروا السماء وينزلوا للارض، واخا يجندوا الجنود ديالهم ديال الانس والجن، فهمتي ولا. الا كنتي نزيهه راكي نزيهه وتعرفي بالنزاهه ديالك، فهمتي ولا. النزاهه ثم النزاهه ثم النزاهه، هذه هي المساله الاولى. المساله الثانيه وهي يعني الشجاعه. لا بد من نصيب من الشجاعه،
لانه الانسان في هذه المهمه كيخضع لواحد العدد ديال الضغوط كتكون، فهمتيني ولا لا، من بعض الناس ديال السلطه، يعني سنه الله في خلقه، من الناس ديال السلطه، من الصف ديال الاخوان ديالك، من الصف ديال الناس اللي معاك في المكتب، من الصف ديال الناس اللي معاك الحلفاء ديالك في المكتب، من الصف ديال المواطنين. اللي عنده شي حق اعطيه، اللي عنده شي حاجه اللي زعما ما فيهاش ضرر للمجتمع، ما فيهاش ضرر للمدينه، ما ساعدي معاه، لانه ماشي المسؤول ماشي داروه الناس باش يتصرف بحال الحديده، لا، المسؤول داروه الناس باش ييسر الامور، باش يقضي المصالح ديال الناس، انت هذا هو المهم. ولكن الحاجه اللي فيها مخالفه للقانون بنيه سيئه او فيها ضرر للمجتمع او للمدينه، اياك ثم اياك ثم اياك، واخا توقف وجه شكون ما كان. زعما هذاك الشجاعه هي واحد الحاجه ضروريه. المساله الثالثه اللي غادي نوصيك بها، وهي غنوصيك بهاد الاخوان اللي معاك في الرئاسه ديال الحزب، يعني في الرئاسه ديال المدينه، سواء من هذوك اللي جايين معاك من الاتحاد الاشتراكي ولا هذوك اللي يعني الاساس ديال التعامل ديالك معاهم خصو يكون هو الثقه. كنعرف باللي بعض الاخوان ديالنا في الجماعات ولا من مختلف الاحزاب، ماشي غير ديالنا، يعني كيتخلعوا، كيخافوا لا يمشيو يديروا هذوك شي خطا ولا شي مخالفه، وكيبداو يشدوا عليهم ما يعطيوش التفويضات الى اخره. لا، انت اللي عطيتيه شي حاجه عطيه، انت اللي عطيتيه شي حاجه عطيها له، انت ولا وخليه يتصرف. الا دار شي مخالفه اللي هي خصها تنبيه نبيه، لا دار شي مخالفه اللي خصها المؤاخذه ولا تحيد ليه التفويض حيدي ليه، ولكن خص يكون داك الشيء بين واضح، فهمتي؟ هذا هو. وتأليف القلوب ما استطعت الى ذلك من سبيل، فهمتني ولا؟ بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انتهى الكلام. هي ماشي هذا الشيء ما سعيتي ليه، ما فكرتي فيه، ما كانش تيجيك حتى البال، فهمتيني ولا؟ كان هذاك عنترة، من بعد عنترة ملي مشى كان غادي يجي شخص اخر ما تيسرلوش، الله سبحانه وتعالى هو اللي قدرك باش تكوني تمايا، انت هي تمايا، ما حدك تمايا، ما حد هما باغيينك. ملي غيتسالى الوقت ديالك راه انتهى الموضوع. ما انت راه الانسان راه ماشي حمق باش يبقى لاصق بواحد الحاجه اللي ماشي ديالو. هذيك المسؤوليه هي مده وتنتهي، فهمتيني ولا لا؟ خص الباساج يكون مزيان، الباساج يكون بوزيتيف، الباساج هذا هو المهم. ولا كان الانسان مزيان راه ماشي غير هو اللي عارف راسو مزيان، راه العالم كله كيشوفو، الله سبحانه وتعالى كيشوفوه، والملائكه كيشوفوه، والمؤمنين، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فهمتي؟ والناس اذا شافوك مزيان راه غيرجعوا لك. ولا بغى الله تبقى عندك هذه المحمديه راه تقدر تبقى عندك يعني ولايات متعدده، ولا ما بغاش الله سبحانه وتعالى فقد اراحك، فهمتي؟ ولكن المهم هو انه يتسمى الاخت ايمان ملي دازت ايمان صابر، انت جمعتي في اسمك يعني صفتين هما الاساس، فهمتي؟ يعني الايمان والصبر، وخصك دير في بيناتهم العمل الصالح، الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انت عندك جوج السميه ديالك جوج، خصك تزيديهم بالعمل ديالك، فهمتي ولا لا؟ فهمتي؟ فهذا الشيء اللي كاين غادي يعني القناعه. انا ما تنعرفش شحال تياخذ الرئيس ديال المدينه بحال المحمديه، ولكن انا متاكد انه تياخذ بما فيه الكفايه، الله يجعل البركه. داك الشيء اللي كياخذ الله يجعل البركه، ما بقات لا زياده ولا نقصان، باش تبقى الامور يعني كما هي. فانت دابا توكلي على الله. طبعا انت امراه غادي يكون اصعب عليك ان تمارسي المسؤوليه ممن لو كنت يعني رجلا، لانه المراه كتكون عندها مسؤوليه في البيت وكذا، كنتمنى من راجلك يعاونك باش يعني يكون متسامح معاك ويعاونك حتى هو شي شويه، فهمتيني ولا؟ يغسل الماعن ويطيب ويعجن الا كان خاصو، فهمتيني ولا؟ يدير شي حاجه من هذا الشيء، راه ما فيها حتى شي عيب، راه بالعكس، راه هذاك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعملو. سيدنا النبي ماشي كان كيعجن ولا كيطيب، ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويكون في خدمه اهله الى اخره الى اخره. هذا الشيء راه معروف. فكان طلب من راجلك زعما يعاونك ويوقف معاك الى جانبك ويساندك نفسيا ويساندك معنويا على ما دوز هذه المرحله هذه، فهمتي ولا؟ باقي 3 سنين دابا ياك؟ بقات لنا 3 سنين، ولكن عمليا عملي. لا 3 سنين ماشي عملي،
3 سنين، انت بقى 3 سنين ولا 3 سنين تما ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولا بقى الله تكوني زعما يعني مرة أخرى. وردي البال في العمل ديالك ليسونسيال. هذاك الشيء اللي كيبقاو يقولوا لك ديال انه غنديروا هادي باش تبان، باش المواطنين ما ديرش داكشي. هادشي هذاك شوف هادشي كلشي هذاك الشيء كتخربق. هذيك السياسة ديال الخوا الخاوي، ديال الناس اللي ما كيفهموا في السياسة لا دباعتها. فهمتي؟ شوفي شنو المواطنين محتاجين، ماشي شنو هو اللي غيبان. واحد النهار قال لي واحد الاخ ما عرفت واش اخ ولا اخ، فهمتيني ولا؟ قال لي يلفو باغيتر. قلت له يلفو با باغيتر، يلفو اتر. فهمتي؟ هاد باغيتر فهمتيني ولا؟ هادو السياسه ديال باغيتر، الا جيت تشوف التاريخ ديال المغرب شحال فيه ديال الزعماء ديال باغيتر، فهمتيني ولا؟ يعني بالكيلوات، ولكن في الاخر كتلقاهم كتفوت بضعه اسابيع تينسوهم الناس. ولكن الناس اللي جابتهم الحزه وجابهم يعني الحرص على مصلحه الوطن ودبزوا عليه وكانوا الناس ضدهم، فهمتيني ولا لا؟ واخا هكذاك بقاو الناس كيعرفوهم، بقاو الناس كيذكروهم بخير، فهمتيني ولا؟ كاين فيهم اللي مات هذه سنوات، كاين فيهم اللي باقي حي، كاين فيهم اللي ومنهم من ينتظر. فهمتي؟ الله سبحانه وتعالى طلع بهم الا ما طلعش بهم في حياتهم كيطلع بهم بعد الوفاه ديالهم. فهمتي؟ لهذا تيخصك يعني تفكري في الحاجه وما تكتريش على راسك هادي وهادي 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 وهادي، لا. شوفي الاولويات، الحاجه اللي يعني في المدينه اللي خلال 3 سنوات تقدري ديريها. يعني ربما نقول لك 2 3 4 الحوايج ديرهم في البال ديالك وسيري لهم، وديري وحاولي مع الاخوان في المكتب تقنعيهم يعني يمشيو 2 3 ديال الحوايج اللي فيهم مصلحه ديال البلاد، المدينه اللي فيهم فهمتيني ولا؟ الناس ديال السلطه حاولي تكوني معاهم احسن ما يمكن. في المغرب راه ما كانتش معاك السلطه راه ما عندك ما دير. فهمتي؟ يعني الناس ديال السلطه يعني كوني معاهم احسن ما يمكن في حدود يعني المعقول. قانون ما الا طلب منك شي واحد شي حاجه اللي ماشي قانونيه ولا هذيك الساعات ديك حاجه اخرى. فهمتي؟ اما يعني يعني المواقف ديالك زعما يعني ماشي كاين اللي كيسحب له راسو الا تفاهم مع السلطان الناس غيقولوا عليه هذا عامل ولا مخزني ولا هذيك الهضره ديال الخوا الخاوي، هذيك الهضره ديال الشماكريه ديال السياسه. السياسه حتى هي فيها الشماكريه اللي ما عندهم حتى شغال، ما في يدهم حتى حاجه، ولكن فيهم البلابلا. اسيدي انا العامل كنعتبره اخ ديالي، الوالي كنعتبره اخ ديالي، المقدم الباشا القايد الشيخ الخليفه، كلهم هادو انا ما بيني وبينهم غير الخير والاحسان. الناس ديال الامن كنعتبرهم خوتي، فهمتي ولا؟ لو كان ماشي هما اللي واقفين على الامن ديال هاد البلاد، لو كان ما يكون عندنا حتى شي لا امن لا استقرار، فهمتيني ولا لا؟ والتعامل معهم والتعاون معهم ماشي هادشي هذا انا ما كنقولوش غير حينتاش في يدهم السلطه وحينتاش يمكن هما اما يعاونوك اما يهرسوك، لا. انا هذه قناعات ديالي مشيت بها 40 عام هذه، وانا مازال الحمد لله غادي بها متمسك بها. ماشي موصيك الا كانت شي توجيهات ديال جلاله الملك انك يعني باش، لانه على كل حال سيدنا باش نكونوا واضحين، على الاقل هذه العالم كله غادي يعترف له بها انه غير وجه المدينه المغربيه. ولينا كنعتزوا الا دخلنا للرباط، كنعتزوا الا خرجنا من الرباط، كنعتزوا الا خرجنا من سلا، كنعتزوا الا دخلنا لفاس، كنعتزوا الا دخلنا لطنجه، كنعتزوا. انا دابا هادو اللي ذكرت غير اللي حضروني، اما كيظهر لي المدينه المغربيه كلها جلاله الملك يعني الله يجازيه بخير بالتوجيهات ديالو، باش نكونوا زعما واضحين بالتوجيهات ديالو، فهمتيني ولا لا؟ والمكانه ديالو والسلطه ديالو، فهمتيني ولا لا؟ واحد العدد ديال الامور الله عمرها ما كانت تكون لو كان ماشي هو. كون رحنا باقي المدن ديالنا طبعا ماشي داكشي ماشي يعني ماشي بحال اللي كيتمنى هو نفسه المدينه، لانه هو كون مجبر تكون المدن ديالنا كلها بحال المدن الاوروبيه ولا اكثر، ولكن بعدا
الحمد لله. ولهذا لما تنظن باللي التوجيهات ديال سيدنا كتبغي يكون شرف لك انت باش تكوني اول المشتغلين عليها باش تخدميها وداك الشيء. والمواطنين يكونوا معاهم غير معقوله، ما كاينش المجامله اكثر من القياس ولا لا، كوني معاهم معقوله فهمتيني ولا لا. ولكن اعطيهم الخاطر الا جا عندك شي واحد وقال لك عندك شي مشكل وحاولي تلقاي له حل. انت لا لقيتي لا 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 شي واحد دابا كيمكن يكون عنده شي مشكل وهذا، ولكن يعني واحد فيه الى حاولتي باش تحلي المشكل ما تفكريش واش غيصوتوا عليك ولا ما غيصوتوش عليك. يصوتوا على خاطر بابا يصوتوا على خاطر فهمتي. انا تيخصني ندير المهمه ديالي دوز. انا اللي كنت انا رئيس ديال الحكومه، الناس اللي كانوا ضد باش نكون رئيس ديال الحكومه ملي شافوا داك الشيء جاي قالوا راه انا طلبت من وزير الداخليه نكون رئيس حكومه ولو غير 6 شهور. انا ما عمرني طلبت له حتى شي واحد حتى شي حاجه باش نولي لا رئيس حكومه ولا جوج، لا 6 شهور لا 6 سنين لا 66 عام فهمتيني ولا لا. جابتني الحزه عيني سيدنا الله يجزيه بخير فهمتيني ولا لا. وبديت تنخدم داك الشيء اللي كنت كندير كل شيء نايض عليه الصداع، 5 سنين ديال الصداع فهمتيني ولا لا. بغاو يطيحوني في 2013 ما قصروش، ما نعرف شنو داروا الى اخره. ونقول لك واحد القضيه داخل الحكومه كانوا الناس يقولوا لي هادشي اللي كدير السي كرام الناس ما غاديش يبقاو يصوتوا عليك الى اخره فهمتيني ولا يدبروا ريوسهم. انا داك الشيء اللي اعتقدت باللي فيه المصلحه ديال البلاد القضيه ديال الاقتطاع ديال الموظفين انا اللي درتوها بالاله من كيران هو اللي دارو. انا داك الشيء اللي اعتقدت باللي فيه المصلحه ديال المقاصة بالاله من كيران اللي دارو. داك الشيء اللي اعتقدت فيه المصلحه ديال المغاربه في الضو والماء بالاله من كيران اللي دارو. داك الشيء اللي اعتقدت فيه المصلحه ديال التقاعد بالاله من كيران اللي دارو. درتو وكنعتز به. والمغرب كيقول دابا وتصنتي للمسؤولين الكبار ديال الدوله، تصنتي ولي بنك المغرب وتصنتي الرئيس ديال المجلس على الحسابات وغيرهم، وشوف اش تيقولوا على داك الشيء في التقارير ديالهم. طبعا تيقولوا هذا الشيء غير كافي، وانا حتى انا كنقول هذا الشيء غير كافي، كنت كنتمنى كون درت اكثر فهمتيني ولا لا، لان هذه هي المصلحات ديال البلاد والمصلحات ديال البلاد. وفي الاخر العجيب والغريب وان المواطنين اللي كانوا كيديروا لهم فهمتيني ولا لافاج دو سيرفو تيقولوا لهم هذا زاد عليكم في التقاعد، زاد عليكم في كذا، زاد عليكم في الضوء، زاد عليكم هما اللي عاودوا يصوتوا عليا وهما اللي عاود طلعوني مره اخرى، وهما السبب باش سيدنا عاود اختارني رئيس ديال الحكومه مره اخرى. ما بغاتش قدرت الله باش نعاود نبقى. وقع داك الشيء اللي وقع. السياسه عندها منطق، الدوله المغربيه عندها منطق. جا الوقت باش ما بقاش ممكن نبقى رئيس ديال الحكومه، مشيت صافي. واذا قيل لك كفى فكفى. ما غاديش نبداو حنايا كنجبدوا مشاكل بلادنا. انتهى الكلام فهمتيني ولا لا. من ذاك الوقت وهما كيحاولوا حنا ما نتمناو لبلادنا غير الخير فهمتيني ولا لا. ولهذا اليوم الاستاذه حاولي هذا الشيء هذا يبقى الدين ديالك فهمتي وتعملي به فهمتي وتدوزي ويكون الهدف ديالك ماشي هو يصوتوا عليك الناس، يكون الهدف ديالك هو تدوزي واحد المده مشرفه، واحد المده فيها خدمه حقيقيه للمواطن وانجازات حقيقيه ولو محدوده فهمتيني ولا، وتوكلي على الله والمستقبل بيد الله. والعداله والتنميه راه ماشي واحد الخطا ديال التاريخ جابته 20 فبراير فهمتي. هذا واحد النبته اللي تسعى في اتجاه الاصلاح، ما جاتش باش تستفد فقط. ماشي عيب الاخوان يستفدوا من المسائل القانونيه، ماشي عيب الاخوان يستفدوا من الامتيازات المشروعه، ماشي عيب. الناس كيتكلموا على المعاش اللي عطاني شتنا، انا كنعتبره شرف ليا وللحزب. واللي عجبو الحال هو هذاك، اللي ما عجبوش الحال على خاطره. ماشي عيب، ما سرقت ما طلبت ما والو فهمتي ولا. الامور ديالي الحمد لله
انت غادي وانا هذاك الشيء غادي نعاود نرجع له، غادي نشرحه ان شاء الله الرحمن الرحيم نهار السبت. ولكن اياك ثم اياك ثم اياك الحاجه اللي طايحه، والحاجه اللي طايحه واخا تقولي ما يعرفوهاش الناس، بينك وبين الله راه هو عارف. الحاجه اللي طايحه كلها هي انت ولا بعد منها، والله سبحانه وتعالى يرزقك التوفيق ويرزقك ذريه صالحه ان شاء الله. انت يلاه تزوجتي وقيله؟ يلا تزوجت. قريبا ان شاء الله ومرحبا. الله يعطيك الساعه مباركه مسعوده اللي كيقولوا المغاربه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا الوليد ولا والده اللي جايه الله يجعلها ان شاء الله الرحمن الرحيم قرة العين. وملي تولدي ان شاء الله الرحمن الرحيم الا كاع ما جينا عندك زعما نصيفطوا لك شي هديه ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي يلا والله يعاونك.